علي بن الشيخ اللاعب الدولي السابق أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أقدمت على تغيير مدربها البوسني وحيد خاليلوزيتش في الوقت المناسب. واعتبر بن الشيخ أن المدرب السابق للأسود ساهم في خلق مجموعة من النزاعات ما تسبب في انشقاقات بينه وبين أبرز اللاعبين ما أثر سلبا على علاقته مع اللاعبين. ونوه الناقد والمحلل الرياضي بخطوة الجامعة في تدارك الوضع وتعيين وليد الركراكي لتدريب وقيادة الأسود في هذه الظرفية. وأضاف الدولي الجزائري السابق أن وليد الركراكي مدربا من الطراز الرفيع، بحيث ساهم في إعادة روح المجموعة وخلق أجواء عائلية، معتبرا أن هذه الخطوة لا يتقنها إلا المدربين المجربين. وعن نجاحه في بلوغ دور الربع قال علي بن الشيخ: الركراكي يسير مباراة بمباراة ويقرأ كل خصم بشكل دقيق، ويحسب له أنه لا يتسرع في أسلوبه التكتيكي. أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق أن المنتخب المغربي بإمكانه الوصول إلى نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الأداء الذي قدمه في المباريات السابقة، مشيدا بمستوى الحارس ياسين بونو. وقال الحضري خلال حضوره ضيفا في برنامج على قناة الكأس القطرية: المنتخب المغربي اليوم كتب التاريخ. بعد 36 سنة لم يصلوا للدور الثمن، حاليا وصل للربع، لذلك يجب أن نرفع القبعة لكل اللاعبين. وتابع: أنا واحد من الناس الذين تربطهم علاقة كبيرة بالحارس ياسين بونو. فعلا هو شخصية هادئة ومحترم، لذلك تيسرت له جميع الأمور. عندما تصدى لضربات الجزاء يعني أنه يقوم بعمل كبير. وأضاف: هذا يحسب للمدرب وليد الركراكي الذي جهز اللاعبين. كما تابعنا اللاعب الرسمي هو نفسه الموجود بدكة البدلاء، يعني لا يوجد أي فرق بينهما. وأردف المتحدث نفسه: بهذا تعرف أن المنتخب المغربي إن شاء الله سيصل للمباراة النهائية بنفس الأداء والترابط وتشجيع الشعب المغربي. أنا اليوم كنت رفقة زوجتي بالملعب وشجعنا الأسود بالأغاني المغربية. واختتم الحضري تصريحاته: اليوم المنتخب المغربي لديه روح وإصرار. نحن العرب. أكد الدولي التونسي السابق سامي الطرابلسي أن المنتخب المغربي دفن أسلوب التيكي تاكا يوم أمس عقب تغلبه على إسبانيا بضربات الترجيح 3-0 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وقال الطرابلسي في تعليقه على فوز المغرب في مروره عبر برنامج المجلس في قناة الكأس القطرية: المغرب شرف للعرب ككل وللمسلمين، برافع للمدرب واللاعبين والمسؤولين. وواصلوا: أخرجوا بلجيكا، تعادلوا مع كرواتيا، المغرب تقدم بطولة مميزة لحدود اللحظة. واختتم: أسلوب التيكي تاكا مات في 2018 واليوم دفنها المنتخب المغربي لأنه أصبح عقيما ولا جدوى منه. وسيلاقي أسود الأطلس في دور 8 المنتخب البرتغالي يوم السبت المقبل على البساط الأخضر لملعب الثمامة انطلاقا من 4 عصر.